قضية إيهاب أشرف اللي حصلت في الدقهلية لازم نطلع من وراها بدروس مهمة جدا. أول درس إن ابنك أو بنتك لو بياخدوا دروس يبقى عند مدرس معروف، سمعته معروفة، هو كده محترم أنت شفته بنفسك. وأهم حاجة إن ابنك ما يكونش بياخد لوحده، يعني ابنك يبقى في الدرس تبقى معاه أكتر من طالب، بتديك اطمئنان شوية وبتديه هو كمان اطمئنان. نزلوا مع بعض جم مع بعض، تبقى انت مطمن، تبقى انت عارف ان انا لو ابني موبايله مقفول هرجع اكلم صاحبه. تاني حاجة، ما تثقش في اي حد، مش اي حد بتثق فيه. بلاش بيت المدرس، خليه بيت طالب، عندك في بيتك عند صاحبه، المهم برضو يبقوا جروب زي ما قلت لك. تالت حاجة واهم حاجة، ان احنا عندنا داخلية وشرطة اقوياء جدا ان هم يجيبوا القاتل بالسرعة دي، فده حاجة تتحسب لهم. ويعني كل مجرم منه لله وهيتجاب وهيتعرف. بلاش بقى يا جماعة، يعني خلاص الفلوس خلاص، يعني هو كان مديون وعشان مديون يعمل كده. الفلوس مش كل حاجة، اشتغل بما يرضي الله، ربنا هيرزقك، هيكرمك.